السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعلكم في فيديو جديد، فيديو حلو جدا ان شاء الله يعجبكم. والطريقة اللي انا هعملها للرز بلبن وللكشري حلوة جدا، سهلة وبسيطة وهتعجبكم. هنا معانا كيس الرز، انا هاخده كله، هاخده بين الرز بلبن وبين الكشري. تمام، هاخد منه 3 كوبايات كده نعمل بيها رز بلبن. تمام، هتعملي 3 كوبايات يا غدا رز بلبن. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ليا بقى وللحبايب. تمام، حطي بقى اللايك والشير والسبسكرايب للحياه احلى ما غدا عشان يوصل لك مني كل جديد. هنا حطينا كده 3 كوبايات. تمام، هغسلهم دول الرز بلبن. ابتدي بقى هنا اغسل العدس ده، ربع كيلو من العدس. تمام، هخليه كده ايه، هغسله يعني وهسيبه منقوع شويه لحد ما ابتدي ان انا اسلقه. اغسل بقى الرز كده كويس جدا، يعني ايه عشان خاطر انزل بس النشا اللي مش النشا اللي فيه، لا يعني ما اضمنش مين مسكه مين كده، هو مش مكتوب عليه ما يتغسلش. تمام، فهغسله يعني وغسلتين كده وهسيبه ايه شويه بره على بال ما الميه تغلي. وهنا برضو نفس القصه، هبتدي كده اغسل في العدس ده، ربع كيلو من العدس ابتدي اغسله واسيبه كده منقوع كده لحد برضك ما الميه ايه تغلي. انا مش بنقع اي حاجه من بالليل في الكشري غير الحمص بس. هنا بقى هنغلي ميه عشان نحطها على النار نعمل فيها العدس. تمام، حلو كده. تمام، وادي اهو الحمص نقعه من بالليل. مش عارفه الحمص ده اسعاره متفاوته، انا جايباه ب80، جايبه الربع ب20. اخت جوزي قالت لي ان عندهم الكيلو ب60 الربع ب15. مش عارفه بقى بصراحه يعني ايه الاسعار المتفاوته دي. ماشي، هنا بقى ايه هنحطينا الميه غليت، نزلنا بقى هنا 3 كوبايات من الرز عليهم لتر ونص من الميه المغليه. اسيبهم بقى، اوطي عليهم النار واسيبهم ياخدوا ويدوا مع بعض لحد ما الرزيه تستوي خالص. تمام، نزلنا هنا بقى بالعدس، هندي برضك العدس غلوه واحده بس. انا بحب العدس في الكشري بيتندغ ما يكونش مهري، انا هغليه غلوه واحده بس. نزلت عليه بمعلقه كمون، حطيت الحله التانية عشان اعمل فيها الحمص. حطيت بقى كمون، حطيت بصل، حطيت طماطم، حطيت ورق لورا، حطيت قرن فلفل صحيح وفصين توم صحاح. تمام، هنبتدي بقى نقلب هنا. بصوا لا لسه شويه هوريهولكوا، لا بصوا لسه ني، لا انا عايزاه يستوي خالص، انا موطيه عليه النار خالص. تمام، وادي العدس بقول لكم تمام زي الفل. هنا بصوا الرزيه اتهرت، 3 كوبايات من الرز سلقتهم في لتر ونص من الميه لحد ما اتشربت خالص واستوت. هنزل عليهم ب3 كيلو من اللبن. اصفي بس اللبن كده، اخاف يكون في حاجه انا غالياه. بصوا 3 كيلو من اللبن، 3 كوبايات من الرز سويتهم سوا كامل في لتر ونص من الميه. لما استووا طاروا خالص مبقاش فيهم نقطه ميه، نزلت عليهم ب3 كيلو من اللبن. تمام، اسيبهم بقى كده ياخدوا بس مع بعض شويه كل ده وانا موطيه النار. حطيت بقى الحمص هناك خلاص كده تمام زي الفل. هسيبه بقى مع بعض نفسه كده يستوي لحد لما ايه يستوى خالص، ابتدي املحه. هنعمل ايه هنا؟ هنعمل صلصه الكشري. معانا بصلايه متوسطه كده مبشوره، هننزل فيها كده بالزيت لحد ما تاخد لون حلو. حط شويه ملح. تمام، الاكله دي بتتعمل كده مع بعضها. هننزل هنا كده بمعلقه توم كبيره لحد ما التوم ريحته يعني يطلع كده ويستوي. ببص على الحمص لقيته ايه، لا لسه شويه. هنزل عليهم كده بمعلقه صلصه كبيره. بعد ما صفرت البصله بالتومه نزلت عليهم بمعلقه صلصه كبيره، صلصه طماطم. هبتدي ان انا ايه بس اسوي كده الصلصه كويس جدا عشان الطعم اللذعه بتاعتها يروح. هنزل عليها بشفشق طماطم كده اهو، مليان الخلاط كده طماطم، واصفي الطماطم كويس جدا زي الفل. تمام كده، تيجي بقى نبهرها ونسيبها تغلي غلوتين على النار ونركنها. ما بنسيبهاش تتسبك، بنسيبها تتقل سيكه لكن مش بتتسبك. تمام، هنزل عليها بقى بملح وكمون و7 بهارات بس كده، تاكلي احلى شويه صلصه كشري. ايه هي مقاديرها؟ صفرت بصلايه عليهم معلقه توم كبيره، لما اصفرت حطيت معلقه كبيره من الصلصه وخليتها كده تتسبك شويه معاها. وبعد كده نزلت عليها بعصير الطماطم وحطيت ملح وكمون و7 بهارات. وحطيت هنا كده في الميه بتاعه الحمص شويه معلقه كده من صلصه الطماطم البوريه، وحطيت شويه بابريكا كمان في صلصه الكشري. هننزل هنا ايه ب3 كوبايات سكر على الرز. نزلت ب3 كوبايات سكر، يعني لكل كيلو بياخد كوبايه سكر. تمام،
بصوا الرز معانا كده وهم كده، وانتي واقفه كده خلي ايدك كده في كل حاجه. نزلت ب3 معالق كبار من الكريم شانتيه. بصوا زي الفل. مقاديره سهله وبسيطه ويطلع معاكي مظبوط على الشعره. بصوا دول 6 معالق كبار من الدقيق، معالق اللي انت بتاكلي بيها. يا دوبك يعني ايه تفضلي كده تحطي عليهم مثلا قيمه نص كوبايه ميه او كوبايه ميه، لو تقلبي كويس جدا لحد ما الدقيق يدوب. تحطيه بقى هنا كده على الرز ابو لبن، ومجرد ما يغلي غلوتين تروحي طافيه. معانا 3 بواكي من الفانيليا، 3 بواكي بس ليه يا غاده؟ عشان الكريم شانتيه بيخلي ريحته حلوه. تمام حلو جدا زي الفل. وهقول لكم على مقاديره وانا بغرفه. اركنه بقى على جنب كده واسيبه كده لحد ما يهدى، وكده ابتدي ان انا اغرفه. هنحط بقى ميه المكرونه على النار، وتعالوا بينا نعمل ايه الرز بتاع الكشري. معانا هنا شويه من الزيت، كوبايه من الشعريه لحد ما تاخد اللون اللي انتوا عايزينه. انا بحبها محمره شويه. هنزل عليها بكوبايتين من الرز مغسولين ومتصفيين كويس. هبتدي بقى اقلب لحد ما اسمعوا كده ايه في طقطقه كده. تمام. هنزل عليهم بالملح، معلقه كبيره، معلقتين من الكمون، معلقه من الفلفل. خلي الطعم والريحه مش عايزه اقول لكم. هنقلب وبعد كده هننزل بكميه العدس اللي انا سلقاها. كنت سلقه ربع كيلو من العدس بس مديها غلوه واحده بس. تيجي بقى اقلب كده وهنزل عليهم بالميه السخنه. خليكي في الميه في مقدار الرز بس. تمام. بصوا يا دوبك يغطي بس الميه، تغطي بس كده الكميه دي تغطيه كده بعقل صباع واحد وبس كده. تغلي توطي لما يتشرب. ابتدي بقى ايه هدي عليه النار. هنا خلاص معانا الكشري معانا الحمص كان استوى. هننزل عليهم برشه من الفلفل الاسمر، وحطي بقى الملح اللي انت عايزاه. واحنا في الاول حاطين مع الحاجه بتاعته حاطين كمون، وحطيت واحده ماجي خضار جميله جدا. بصوا الرز شايفين جماله مفلفل والله العظيم 3 مفلفل بالواحده. تعدي الرز من الشعريه من ال العدس جميل جدا. وادينا هنعبي بقى ايه الرز مع بعض. شايفين جماله. مقادير الرز ايه؟ مقادير الرز مسويه 3 كوبايات رز في لتر ونص من الميه، موطيه عليه لحد ما استوى خالص والميه اتشربت. نزلت عليهم ب3 كيلو من اللبن. تمام. لما غلي غلوتين نزلت عليهم ب3 كوبايات من السكر. وبعد كده كنت مدوبه 6 معالق كبار من الدقيق في ميه لحد ما يبقوا كده قوامهم كريمي. نزلت على الرز بالخليط ده كله. لما اتقلب كده رحت طافيه عليه ونزلت عليهم ب3 معالق كريم شانتيه وثلاثة 3 بواكي من الفانيليا. تمام. تبتدي بقى بصوا نعبي بقى في الاطباق ونعبي في العلب عشان كل نصيب في حاجه ياخدها. هنا معانا ميه المكرونه. انا بحب اسلق ميه الكشري، مكرونه الكشري في كركم. تمام. تبقى حلوه جدا. نزلنا عليهم كده بمعلقه كركم بعد ما الميه غليت، معلقتين من الملح، كيس مكرونه مرمريه ونص كيس سباكيتي لحد كده ما تاخد كده 3/4 سوا وهطفي عليها. هنا بقى معانا بصلايه كبيره بيضه، بصلايه لونها ابيض، ومعانا معلقه صغيره من النشا ومعلقه صغيره من الدقيق، والزيت سخن. هبتدي انزل بالبصله نعمل بصله الكشري وانتي واقفه كده بتعملي كل حاجه. بصوا انا طلعت لكم كده ايه يعني زي ما انا كده بنفس الطريقه اللي انا عملت بيها اكل كده. عارفين انتوا الحياه الطبيعيه يعني بحس ان مفيش احسن منها بصراحه. بصوا لون المكرونه رحت صفيتها. بعد كده بقى هطلع هنا البصله بتاعه الكشري حلوه جدا. هسيبها بقى تبرد وهتبقى مقرمشه وجميله. هنا خلاص صفيت المكرونه. بصوا لونها حلو ازاي. هنزل عليها بمعلقه زيت كبيره وابتدي اقلب عشان خاطر تبقى مفلفله. كل ما اخد منها تبقى مفلفله. تمام. تعالوا بقى نعمل الشطه. هننزل كده بمعلقه كبيره من الشطه. لما تاخد كده يعني زي غلوه في الزيت كده هنزل عليها بكبشتين كبار او 3 من الصلصه. شطه جميله جدا. لازم تديها كده تحميصه على النار. يلا بقى نغرف. شايفين الكشري مفلفل ازاي، وادي المكرونه مفلفله برضو، وادي الصلصه تقيله وجميله وطعمها حلو جدا وريحتها جايبه اخر الشارع، وادي البصل وجماله، وادي الحمص
بعد ما غرفنا بقى تعالى اوريكم الغرف. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله، الرز تحفه، وادي الكشري للي عايز، وغرفت حمص للي عايز. تمام كده. و ادي البصله يعني للي عايز، والصلصه والشطه، وعملت هنا دقه كده، عملتها طماطمايه، فصين من الثوم، ليمونه، شويه خل، شويه ميه، شويه كمون، شويه ملح. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.